عشان توصل لتدويرة الكتف دي لازم تعرف حاجة مهمة جدا. عضلة الكتف من العضلات اللي بتحتاج ان انت تتعامل معاها بذكاء شديد جدا. مش مهم خالص الاوزان التقيلة على قد مهم انك تتمرنها بذكاء وبتكنيك مظبوط جدا. عضلة الكتف بتتكون من 3 رؤوس رئيسية: الامامي والخلفي والجانبي. الامامي والخلفي نوعا ما اصغر من الكتف الجانبي، وده طبعا يخليك ان انت في تمرينك حاول انك تدي الحجم الاكبر او الفوليوم الاكبر من التمرين للكتف الجانبي مش الامامي ولا الخلفي. الكتف الجانبي هو اللي لو كبر هيديك التدويره او البروز بتاع الكتف اللي انت بتشوفه ده. وطبعا في الاول وفي الاخر هو بيعتمد على الجينات. لو انت عضله كتفك مش مدوره فبالتالي مفيش اي تمرين يخليها ممكن تتدور او تبقى كرويه بالشكل ده، ولكن تقدر ان انت تكبرها على قد ما تقدر. الكتف الامامي حاول ان انت تقلل الاهتمام بيه شويه لان هو بيشتغل اصلا بشكل كبير مع الشيست العلوي، فخلي اهتمامك للكتف الجانبي والكتف الخلفي اكتر. طبعا الكتف الخلفي هو اكتر واحد مهدور حقه، لان هو باي شكل من الاشكال او باي حركه هتلعبها صعب جدا انك تستهدفه بشكل مباشر. لازم عضلات مساعده كتير جدا تشتغل معاك، ولكن على قد ما تقدر حاول تزود التمارين بتاعته خلال الاسبوع وهتلاقي تطور فيه بشكل كبير.